مرحبا حبايبي، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية يا رب. أشكر كل المشتركين والمشتركين الجدد اللي شاركوا بقناتي مطبخ مريم الأكلات الصحية. اليوم راح يكون فيديو مالتنا طريقة الطبخ أكلة المقشة، أكلة بصراوية وصحية 100%. ممكن حبايبي تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس حتى توصلكم كل إشعارات وفيديوهات جديدة. راح نروح على طريقة العمل والمقادير. هنا نظفت السمك، راح احطه بالفرن على درجة حرارة عالية من فوق ومن تحت مدة 10 دقائق. هسه هنا راح ابدي اطبق التمن. راح احط 3 معالق كبار من الزيت، ملعقة مال كوب كركم. هنا الكاميرا مالتي طفت حبايبي، بس مجرد حميت الزيت وحمصت الكركم ويا الزيت وحمصت التمن ويا الكركم والزيت. هنا عندي 3 أكواب تمن بسمتي، راح أضيف لهم ملعقة أكل ملح حسب الرغبة، وراح أضيف 4 أكواب ماي مغلي حسب نوعية التمن. أكو تمن ياخذ أقل ماي، أكو تمن ياخذ أكثر ماي. هنا راح أترك التمن ينطبخ، وعندي السمك ينشوي بالفرن. راح أبدي هسه أقطع الخضرة، خليكم وياي. هنا انطبخ السمك وخلص، راح اتركه يبرد هسه، وبعدين نبدي نفصل اللحم عن العظم ورا ما يبرد. هنا راح اقطع الثوم، اقطعه كلش ناعم، بس تحاولون لا تبرشوا، راح يتغير طعم الاكل اذا برشتوا الثوم، بس قطعوه ناعم على قدر الامكان. وعندي هنا جبنت بنفس الشي، راح اقطعها ناعم كلش بهذا الشكل. هاي الخضرة كلها منظفتها وغسلتها سابقا قبل ما ابدي اقطعها. هنا هسه نشوف التمن ورا مرور 10 دقائق. شوفوا ما شاء الله شقد حلو انطبخ. هنا راح ابدي انظف السمك، راح افصل اللحم عن العظم بهاي الطريقة. شوفوا شقد سهلة، شوف شلون دا ينفصل. هذا الفيديو اخذته من ظهيرة الجمعة زاد وملح على قناة الشرقية. أكلة مقشة، أكلة بصراوية، هم أخواننا أهل البصرة يسلقوا السمك بالماء، فأنا حبيت أشوف هاي الطريقة مالتي. أنا كل مرة أطبخها يعني تقريبا 4 سنوات، بس أبد ما سلقت السمك بالماء، أشويه بالفرن. شوفوا بهاي الطريقة، شوف شلون انفصل، طلع العظم كله. هي الفكرة كلها حتى واحد بس يفصل العظم عن اللحم، فأنا أشويها أحس أحسن من أسلقها بالماء، يعني هواية قيمة غذائية راح تروح بالماء. فهاي الطريقة أشوفها أحسن وأسهل وأسرع. أشكر أهلنا أهل البصرة على هاي الأكلة الطيبة والصحية، وراح أجرب أطبخ من كل محافظات العراق. كل أكلة أشوفها طيبة وصحية، وإن شاء الله راح أبدي أطبخها من خارج العراق من الدول العربية الثانية. كل أكلة تكون طيبة وصحية راح أجربها، وإذا عجبتني راح أنزلها بقناتي. هنا راح أضيف ملعقة واحدة مال أكل من الزيت حتى أبدي أحمص بها الخضرة. أنا هنا بس حطيت بينات ثوم، ما حطيت بصل، لأن أولادي ما يحبون بصل داخل التمن. مرة جربتها بالبصل وثوم، ومرة جربتها بس بالثوم، طلعت كلش طيبة بالثوم، فبقيت أطبخها كلها بالثوم. هسه أنا راح أبدي أحمص وياها الجبن، يكون جبنت أخضر مو مجفف. أنا لاحظت مرة طبختها بالمجفف تغير الطعم، مثل أخضر فريش. وراح أحمص الجزر. أنا راح أبدي أضيف السمك وأحمص السمك وياهم. هنا الطاوة طلعت صغيرة، فراح أفرغها الطاوة أكبر. راح أتركهم الخضرة كلها تتحمص سوية، وراح أبدي أضيف البهارات. عندي نص ملعقة كوب من الكركم، نص ملعقة الكوب من نومي بصرة، نص ملعقة الكوب من الفلفل الأسود، نص ملعقة الكوب من الكمون، ونص ملعقة الكوب من الزنجبيل، ونص ملعقة الكوب من الملح. راح أحمصهم كلهم سوي حتى ياخذ واحد طعم الثاني ويطلع طعمها كلش طيبة. أنا هنا ما حطيت بهارات مشكلة لأن هاي كلش كفاية، هاي بهاراتها مو زين. شوف أنا هسه راح أخلطها ويا التمن. يعني فعلا هاي الأكلة طيبة بشكل هواي تعجبني، يعني لازم مرة مرتين بالشهر لازم أطبخها لأن كلش تعجبني. هنا خلطت المواد كلها ويا التمن اللي حمصتهم، وراح اتركهم فد 5 دقائق على البخار ياخذ واحد طعم الثاني. وهنا هاي النتيجة النهائية.
هاي الأكلة تنوكل ويا الشطة، بهذا الشكل نضيف الشطة عليها تصير طعمها كلش طيب. واللي عندها مشكلة بالمعدة لا تاكل شطة، تاكل خضرة وياها، هي بكل الأحوال هي هواية طيبة. وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسوا حبايبي تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى توصلكم كل إشعارات وفيديوهاتي جديدة.